السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في حلويات العيد. بغيت نشارك معكم هذا الشكل هذا ثالث ديال الحلويات اللي شاركت معكم، ثالث حلوه اللي شاركت معكم في هذا العيد هذا. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وغادي نشارك معكم هذا الشكل هذا اللي بسيط، هو المكونات ديالو بسيطه، كيخرج كميه كثيره ويمكن لكم تبتكروا في التزيين اللي المنظر ولا الشكل هكذا اللي يعجبكم. الحليوه كتجي مرمله غزاله، كتخرج كميه كثيره. ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات ديال هذه الحلوه، عندي هنا 2 كيسان ديال السكر، 4 ديال الزبده، 2 بيضات، رشيشه ديال الملحه، واحد السكر ديال الفاني، وعندي هنايا واحد خميره ديال الحلويات، عندي كاس ديال الكوك اللي محمر كما كتشوفوا معايا. حمرته كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد الحلوه هذه. يمكن لكم تعوضوه بفلون كراميل، اولا يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الجنجلان مطحون مزيان، محمر ومطحون، كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد الحلوه. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت صافي، وغادي نجمع هاد المكونات كاملين حتى كينسجموا مع بعضياتهم. يا اما ديروهم في العجانه ولا ديروهم في الباطور وتضربوا كلشي دقه واحده. انا هنا غادي نخدمها غير في القصعه. الزبده راها درجه حراره المطبخ، واللي الا درتو الزبده النباتيه راه ما ديروا الزيت، راه معروفه هذه زبده حيوانيه عفوا. الا درتو زبده طبيعيه راه ما نديروش الزيت نهائيا، اولا نكتفيو غير ب4 كاس حيت كتكون فيها نسبه الدهون مهمه. صافي غادي ندوز نخلط هاد المكونات مزيان مزيان وندوز باش نكمل معكم الوصفه ديالنا. هانتوما بقيت كنضرب فيها حتى رجعت كلها بحال هكذا. ديروا هاد الطريقه، ديروا كلشي في القصعه وبداو تخدموها. غير الزبده تكون بحراره المطبخ والبيض حتى هو صافي. ديك النكهه ديال الكوك ملي كيكون محمر وباقي سخون وكتحطيه مع العجينه حتى هي كتعاون الزبده باش تذوب وكتعطي واحد الريحه رائعه. جربوا هاد الحلوه هذه، يمكن لكم تشكلوها صابلي اولا غريبات اللي بغيتو. غادي ندوز دابا باش ندير الدقيق، راه فيها الخميره فيها كلشي. غادي ندير الدقيق تدريجيا حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه، ما تكونش شاربه الدقيق بزاف. هنا العجينه من بعد ما هذا هو الشكل النهائي ديالها كتجي رطبه. هنا من بعد ما شكلتهم على هذا الشكل هذا كويرات، وكنحاولوا نبسطوهم شويه. بالنسبه للمرشم عندي هذا ديال الشهده، كنغطسو في شويه ديال الدقيق ونحاول نضغط غير بشويه على الحلوه حتى تاخذ لا فورم ديال المرشم. بهذه الطريقه هذه راه ملي كتدخل الفران دوك الفتحات كيتحلوا وكيجي الشكل ديالهم زوين. هنا من بعد ما طابت الحلوه واخذت هذا اللون هكذا مذهب وزوين، كندوز باش نزينها حسب الرغبه. انا هنا غادي ندير غير النص ديالها بشويه ديال الشكلاط ابيض، وندير لها حبوب البافو هكذا من الفوق هكذا كتزيين بسيط. وشي حبيبات هكا نديرهم في الشكلاط كحل وندوزهم حتى هما، نرشهم بشويه ديال الكاوكاو اللي مهرمش محمر وهذا باش كيعطيه واحد المنظر زوين. وبهذا غادي نكونوا زينا واحد الطبيسي. مكونات بساط ودغيا كيوجدوا وسهله، وكتجي واحد الحلوه اللي مرمله وزوينه. وغادي نشارك معكم دابا هاد الحلوه ديالنا، الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي، ونقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معكم اليوم. هذه ثالث حلوه درت معكم لهذا العيد ان شاء الله، واخر حلوه. وكنضرب لكم ان شاء الله موعد مع فيديو قادم. كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه، والله يبلغنا رمضان القادم ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. خليت لكم الراحه في امان الله.